بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي الرياضيين، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. الموضوع ديالنا اليوم المهم حقيقة هو ماشي موضوع واحد وعدة مواضيع. أولها هو بغيت نتحدث على اللي كاين الضجة الأيامات على اللاعب أوناحي، هو يقدر يلعب باريس سان جيرمان، فريق برشلونة، العديد من الانديه، تشيلسي، العديد من الانديه اللي كتخطب الود ديال هذا اللاعب. اللي بغيت نقول انا الراي ديالي اولا في هذا الموضوع هذا هو ان بالتجربه ان دائما اللاعب خصو يطلع تدريجيا، خصو يتدرج في الفرق. يمكنش انه تكون في فريق ما نقولوش المهم فريق على اي حال الدرجه الثانيه، ما نقولوش الدرجه الثالثه، الدرجه الثانيه فهمتي، وبقدرتي قادر انك تلعب ممكن انك تلعب في فريق كبير وكبير جدا ومسلط عليه الاضواء. حتى بعض اللاعبين ما كياخذوا واحد الا بغينا نقولوا واحد المده طويله باش كينسجموا مع غير الوضعيه ديال النادي والجماهير اللي كتكون عنده كثيره، والضغوطات اللي كتكون على النادي والضغوطات اللي كتكون على اللاعبين، لان الفرق الصغيره ما كتكونش مطالبه انها بالالقاب ومطالبه بالاداء الجيد ومطالبه بانها تكون دائما في الصداره وتلعب ادوار ثنائيه. الفرق الصغيره كتكون غالبا اقصى ما يمكن ان تفوز به هو المركز الثالث رابع مؤهل الى الاتحاد الاوروبي، او تلعب نهائي ديال كاس ديال ديك البلاد او ديال ديك البطوله اللي كتلعب نهائي ديالها او تفوز به. اما باش تحلم انها تفوز بطوله مثلا بطوله وطنيه او قاريه او ما شابه، كتكون بعيده المنال نظرا لان عده عوامل، لان كاين بعض الفرق ما كتكونش الميزانيه ديالها كتسمح لها، ما كتكونش بزاف ديال العوامل ما كتسمحش انها تكون موجهه انها توجه السياسه ديالها الى الالقاب. باش ما نخوضوش بزاف في هذا الموضوع، كما قلت بان كاين بعض اللاعبين يعني كنفضل انا، والتجربه اثبتت ذلك، لان كاين بعض اللاعبين كيقول المثل ديالنا رحم الله امرا عرف قدر نفسه. انسان كيلعب في واحد الفرقه صغيره بالتجربه ثبتت بانه ما يمكنش انه يمشي لفريق كبير ويتالق فيه. هذه مسلم بها. يمكن دابا هو كيلعب في فريق في فرنسا، انه ممكن انا كنفضل انه الا مشى باريس سان جيرمان ممكن انه يثبت الوجود ديالو، ولكن باش تمشي فريق برشلونه او فريق تشيلسي او الفرق اللي كتلعب دائما على الالقاب. علاش قلت انا باريس سان جيرمان؟ باريس سان جيرمان لان غيبقى في الدوري الفرنسي، هو كيعرف الاجواء ديال الدوري الفرنسي، وباريس سان جيرمان كما نقول واحد 70 ولا 80% كتكون حتى 90% كتكون مرشحه انها تفوز بالدوري المحلي، وما عندهاش شي منافسين في البطوله الفرنسيه بالقوه ديالها وبالقيمه ديال اللاعبين اللي عندها. فريق برشلونه كنعرفوا بان فريق برشلونه فريق عالمي، واخا هاد الايامات كيمر بظروف عصيبه جدا، وعامين على التوالي ما كيتاهلش من الدور ديال المجموعات الى الدور الثمن النهائي. برشلونه لعامين متتاليين وكيخفق في دوري المجموعات ديال الشامبيونز ليغ، وان كان كيحقق انا اسميها نتائج في لا ليغا نتائج خادعه، بحكم ان انتدبوا مدرب. انا بالنسبه لي انا مدرب ماشي في المستوى، هو كان لاعب كنقولوا لاعب تسرق البصمه ديالو في كره القدم الاسبانيه، ولكن كمدرب لفريق عالمي عندي واحد التحفظ عليه وتحفظ كبير جدا. مدرب باقي خصو يدي شويه ديال التجربه. انا كنهضر بدون تعصب. كاين بعض الناس كيقول لك لا غوارديولا، رايكارد، زيدان، لا. بالنسبه كل حاله وعندها الظروف ديالها. كل حاله وعندها الظروف ديالها. ما يمكنناش ان نناقشوا الحاله بمعزل عن الظروف اللي كانت محيطه بها. هذه اولا. ثانيا نرجعوا للموضوع ديالنا ديال اللاعب أوناحي. انا الراي ديالي كنفضل انه يختار باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان كما قلت فريق كيلعب غيبقى في البطوله الفرنسيه، غيكسب. ثانيا غادي يحاول يتاقلم مع النجوم اللي كاين في الفريق، غادي ياخذ واحد التجربه باش
تخليه انه الى انتقل شي فريق كبير فيه النجوم انه تكون عنده واحد القابليه، واحد المناعه، انه كيعرف كيفاش يتعامل مع النجوم، كيعرف يتعامل مع الاضواء، وكيفاش كيعرف يتعامل على الضغط الجماهيري اللي كيكون مصوب نحو اللاعبين اللي كيكونوا كيلعبوا في فريق كبير. لان ما يمكنش انك تكون كتلعب فريق كبير وما يكونش عليك الضغط. اسبوع واحد، مباراه واحده، انك ما تكونش في حاله ديالك البدنيه 100%، كون متاكد بان الجماهير غتصب جامه غضبها عليك. وإلا وقعت شي كارثه، مثلا شي خساره او تعادل او كيكون داك اللاعب اللي ظهر المستوى ديالو ناقص هو المتسبب في تلك الخساره. لهذا اللي بغيت نقصد انا هو ان اللاعب أناحي لاعب مجي، لاعب قادم، مستقبل وسط فريق المنتخب الوطني المغربي. شهدوا به العديد من المدربين الكبار العالميين، وعلى راسهم لويس انريكي قال بان هذاك اللاعب أناحي راه لاعب كبير وعنده مستقبل زاهر. بالنسبه كما قلت نحاول انه ما نحرقوش هذا اللاعب، انه يتدرج في الفرق العالميه والاوروبيه بالتدريج، ويوصل ان شاء الله ربي للنجوميه. الموضوع ديالنا الثاني الليغا الاسبانيه، لان كما قلت راه الايامات رجعت تدور الاطوار ديال البطولات الاوروبيه باكملها. البارح لعب فريق ريال مدريد ضد فريق فالنسيا نصف نهائي السوبر كوب. فريق ريال مدريد بان بانه فريق منهك، فريق ما عرفتش انا كيفاش غنوصف ديك الطريقه باش كيلعب، ماشي هو فريق ريال مدريد اللي كنعرفوا. فينيسيوس جونيور رجع الى الايامات اللي كان زيدان هو المشرف على فريق ريال مدريد. خفت الضوء ديالو، التوهج ديالو، ما بقاش لاعب كيعمل مثلا كيصنع الفريق في ريال مدريد. لاحظنا بان هناك تدني مستوى فريق ريال مدريد. ما نقولوش بان الخساره اللي خسرها في البطوله ضد فريق فياريال اثرت عليه، ولكن احنا كنعرفوا بان فريق ريال مدريد كيمتلك من لاعبين اللي ما كيتاثرش بالهزائم، ما كيتاثرش باي ظرف من ظروف المقابلات. وحنا شفنا من الاول كان كيكون خاسر وكيرجع في الدقائق الاخيره او الوقت الضائع من المقابلات. فريق ريال مدريد كما شفنا ما عرفناش العوامل والاسباب اللي خلات ان الفريق هذا ينزل المستوى ديالو. كنعرفوا بان على مر السنه الرياضيه كيوقع واحد الفتور من بعض الفرق في الدوريات على طول مسار الدوري. كيقدر انه بعض المرات كيوقع واحد الفتور، كينزل مستوى اللاعبين، كينزل مستوى الفريق، ولكن بعد كيسترجع التوهج ديالو. نتمنوا بان تكون هذه سحابات الصيف عابره بالنسبه لفريق ريال مدريد، وانه يتوج بلقب السوبر ومن بعد لقب كاس العالم للانديه، وتكون هذه الانطلاقه ديالو والرجوع ان شاء الله ربي الى المسار ديالو الصحيح. نرجعوا الفريق، الموضوع ديال فريق برشلونه. فريق برشلونه كما قلت بزاف الناس كينخدعوا بالنتائج اللي كيحققها فريق برشلونه الان على صعيد لا ليغا. حنا كنعرفوا بان لا ليغا كيتنافس عليها جوج الفرق لا ثالث لهما، وكنعرفوا بانهم حاليا هما في الصداره وبفارق مريح عن المنافسين في المركز الثالث والرابع. لهذا يمكنناش نقيسوا بان لا ليغا او البطوله الاسبانيه هي مقياس القوه او الضعف ديال الفريق. اللي كتقيس المقياس اللي يمكننا نقيسوا به القوه والتوهج والحضور الذهني والبدني ديال اللاعبين هو البطولات الكبرى مثل تشامبيونز ليغ كيلعبوا فيها احسن واعتى واقوى الفرق الاوروبيه هي اللي كتمارس. اذا انت ما كتجيبش راسك بهذه اللغه ديالنا مع الكبار، اذا هناك مشكل، هناك خلل. حنا دائما مشكل كان فريق برشلونه كنشوف بانك كتعاطف او كتحاول التعامل بواحد التعاطف مع تشافي. خلينا الاخوان نسميو كل شيء بمسمياته. احنا كنعرفوا بان اللي السبب الرئيسي فيما وصل اليه فريق برشلونه في تدهور حالته الماديه هو اللاعب ميسي. اللاعب ميسي تخلى عن فريق برشلونه في
في امس الحاجه اللي كانت محتاجه له، ماشي انه كلاعب، ولكن انه واحد المورد كبير ديال مورد كبير وضخم من موارد الاقتصاديه للفريق. بلا ما ندخلوا في التفاصيل، لاعب ميسي في عز الازمه اللي كتمر بها العالم جراء مخلفات فيروس كورونا، انه رفض انه يتنازل على الراتب ديالو، رفض انه يتعاون مع الفريق، رفض مع العلم ان الفريق هذا قدم له، هو اللي قدم له النجوميه وقدموا للعالم، وعنده الفضل الكبير انه وصل ما وصل اليه الان. جميع الالقاب اللي فاز بها مع فريق برشلونه بدون منازع. ولكن ما يمكنش نحملوا اللاعب ميسي كل تبعات هذه المعاناه اللي كتعانيها فريق برشلونه. حتى الاداره ديال فريق برشلونه والرؤساء اللي كانوا على راس الاداره ديال فريق برشلونه كانوا كيتعاملوا بواحد النوع ديال المحاباه مع اللاعب ميسي. اللاعب ميسي كان كيفرض عليهم انه يخليوا بعض اللاعبين يخليهم كيلعبوا، انهم يجدوا العقود ديالهم. كان كيتعامل معاهم بواحد انا ما نقول واحد السلطويه. ولا ادل على ذلك الايامات اللي تسربت بعض المعلومات كانوا كيقولوا بان هناك بعض اللاعبين، لا داعي لذكر الاسماء ديالهم، هما معروفين، لاعبين كان المستوى ديالهم ناقص بزاف في برشلونه وكانوا عاله على فريق برشلونه، ومع ذلك كنا كنشوفهم كيلعبوا ورسميا، ماشي كانوا كيلعبوا مثلا، كانوا كيلعبوا رسميا في فريق برشلونه. وهذه الايامات خرجت التسريبات بان اللاعب ميسي هو كان كيفرض على فريق برشلونه انه يخلي ديك اللاعبين يجدوا العقود ديالهم. اذا حنا دابا طرحنا مشكل وخصنا الحل ديالو. انا في هذا المكان ديالي ما يمكنش انا نوري فريق برشلونه انه شنو غادي يعمل به، ولكن حنايا كمحايدين يمكننا نوضعوا الاصبع على بعض مكامن الخلل اللي كاين في الفريق. حنا الفريق ديالنا، الفريق برشلونه فريق حاليا يعاني على الصعيد الاوروبي. حنا كنعرفوا بان اكبر الموارد الاقتصاديه كتكون من البطولات الاوروبيه. ملي كتكون طول ما انت كتمارس وكتمشي في مجموعه من مجموعه الى مجموعه ومن دور الى دور، كتأهل الدور الموالي بعد الدور الموالي، كتضاعف القيمه الماليه ديالك، وبذلك تنتعش الخزينه الماليه للفريق. لهذا هذا الشيء باش يمكن يتحقق الا باداره تقنيه قويه وبلاعبين كيكونوا في المستوى ويمكن يمكنهم يقدموا الجديد لفريق برشلونه. حنا شفنا بان لا اداره تقنيه، يمكنش ان انا هضرت على القضيه مرارا وتكرارا، يمكنش ان جابوا مدرب من الدوري القطري الى فريق برشلونه. ما يمكنش انك كما قلت سابقا من النقيض الى النقيض. ثانيا قيمه التعاقدات اللي كانت في فريق برشلونه، قيمه ديال التعاقدات متوسطه، ما يمكنش نقولوا ضعيفه ولكن متوسطه. كناش نقولوا بان هذا الفريق هذا يمكن انه يقدر يتوج بلا ليغا، في غفله من ريال مدريد. ولكن بالنسبه ان جمهور فريق برشلونه او محبي فريق برشلونه يطمحوا بان مستقبلا بهذا الفريق هذا وبهذه الاداره التقنيه ان تمشي بعيد في البطولات الاوروبيه، كنظن بان هيهات ثم هيهات. كنتمنى بان نشوفوا فريق برشلونه يرجع التوهج ديالو، وباش تكون هناك منافسه محليه واوروبيه وعالميه على الالقاب، ونستمتعوا وشكون اللي استمتعوا بهذا الفرق، بهذ الفريقين، خصوصا فريق ريال مدريد وبرشلونه في المنافسه. حقا ملي كتكون منافسه بيناتهم كتكون هناك متعه كبيره ما بعدها متعه. كنتمناو كذلك حظ وفير للاعبي المنتخب الوطني المغربي باش يختاروا الوجهات ديالهم الصحيحه وبيتسرعوش في الاختيارات ديالهم، وتكون هناك توجيه كذلك من الجامعه ديالنا ومن السيد ولد الركراكي للاعبين باش يختاروا الفرق اللي غيلعبوا فيها. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.